وهلا والله بالفخمين، جبت لكم قصة أتمنى تنال إعجابكم. فبمناسبة رمضان كل عام وانتم بخير وشهر مبارك عليكم. وقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي وتذكر الله، تسوي لايك واشتراك وتعليقك يا فخم. رزدق. كان هناك فتاة تدعى سلمى. انتقلت هي وعائلتها إلى منزل قديم في أحد الأحياء العتيقة، ولم تكن تعلم أن حياتها ستتحول إلى كابوس. وكان المنزل يحمل الرقم 13، ورغم مساحته الواسعة وتصميمه الفريد إلا أنه كان ليس مريحا، وكان يجلب القلق. ومنذ الليلة الأولى بدأت الأمور الغريبة تحدث. أصوات همسات قادمة من الجدران، خطوات ثقيلة في الطابق العلوي، ورغم أن الجميع نائمون، وبيبان تفتح وتغلق من تلقاء نفسها. حاولت سلمى تجاهل الأمر، لكن ذات ليلة بينما كانت في غرفتها تدرس، سمعت صوتا هامسا خلفها يقول: سلمى، اخرجي من هناك قبل فوات الأوان. التفتت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد، ولم تخبر عائلتها بما سمعته، لكنها بدأت تشعر بأن هناك عينين تراقبها دائما. وهنا قررت أن تبحث في المنزل عن أي دليل يفسر هذه الأحداث، حتى وجدت بابا صغيرا خلف إحدى الخزائن في الطابق السفلي، ودفعته ببطء، فظهر درج حجري يقود إلى قبو مظلم. وعندما نزلت شعرت ببرودة غريبة، وفي زاوية القبو وجدت صندوقا خشبيا قديما، وفتحته ببطء. وكانت الصدمة حين وجدت داخله دمية مكسورة، وكتابا قديما مغلف بالجلد، ومجموعة من الأوراق الصفراء. وعلى إحدى الصفحات كان هناك اسم مكتوب بالدم: ليلى الفتاة التي لم تغادر أبدا. وفي الليلة التالية بينما كانت سلمى تحاول النوم، استيقظت على صوت بكاء خافت، وجلست في سريرها وهي ترتجف. وعندما رفعت رأسها رأت فتاة صغيرة ترتدي ثوبا أبيض تقف عند باب الغرفة وتحدق بعينيها. صرخت سلمى، فاختفت الفتاة على الفور، ودخل والداها إلى الغرفة ليجدوها ترتجف، لكنها لم تستطع إخبارهم بما رأت. وفي اليوم التالي قررت أن تذهب إلى أحد كبار السن في الحي وتسأله عن المنزل. وعندما ذكرت له الرقم 13 تغير لون وجهه، وقال بصوت خافت: كان هناك فتاة تدعى ليلى تعيش في هذا المنزل قبل 10 سنين، واختفت في ظروف غامضة، ويقولون أنها لم تغادر أبدا. ومع مرور الأيام ازدادت الأمور سوءا، وبدأت سلمى تستيقظ لتجد رسائل مكتوبة على جدران غرفتها: ساعديني، أنا هنا، لا تتركوني وحدي. وفي إحدى الليالي شعرت بأحدهم يسحبها من سريرها. حاولت الصراخ، لكن لم يصدر أي صوت من حنجرتها. كانت الغرفة مليئة بالهمسات، وظهرت الفتاة ليلى أمامها قائلة: أعيديني مكاني أو ستصبحين مكاني. هنا أدركت سلمى أن الحل يكون في القبو. حملت الكتاب القديم والدمية ونزلت إلى هناك، وكان مغلق بسلاسل، لكنها تمكنت من كسره وفتحه. وخلف الباب وجدت عظاما بشرية صغيرة وملفا قديما. كان الملف يحتوي على تقرير طبي يشير إلى أن ليلى قد حبست في القبو على يد والدها المجنون حتى ماتت جوعا. وفي تلك اللحظة شعرت بيد باردة على كتفها، فالتفتت لترى ليلى تقف خلفها، تبتسم بابتسامة مخيفة: شكرا، لقد حررتيني. وثم بدأ جسد ليلى يتلاشى ببطء حتى اختفت تماما. ومنذ ذلك اليوم لم تعد سلمى ترى أي شيء غريب في المنزل، لكنها في بعض الليالي كانت تسمع صوتا خافتا يهمس في الظلام: أنا هنا، أنا أشاهدك دوما. وسلامتكم.